السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم احلى الاكلات في مطبخ حرونو. اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير، واتمنى يا رب فيديوهاتنا المتواضعة تكون بتعجبكم. احنا ان شاء الله هنعمل وصفة سهلة جدا وبسيطة، اقتصادية للعزومات، جميلة جدا وموجودة المكونات بتاعتها كلها في البيت. ان شاء الله مش هتحتاروا ابدا في العزومات، هتعمليها سهلة جدا وبسيطة بدل ما تشتريها من الاسواق او من السوبر ماركت في اكياس كده. كيس غالي جدا، شويه ميه وشويه دقيق هتعملي احلى مسروده باذن الله. المسروده دي خفيفه على المعده و... وصحيه، مش ما فيهاش اي حاجه يعني خارجه انها تاذي او حاجه. يعني بتتحط عليها سمنه بلدي بس ما تبقاش تقيله طبعا بالنسبه للسمنه التانية. هنسمي الله ونبدا. معانا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، هي دقيق وميه وملح. تمام. معانا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، او لو عندك دقيق من الغلة الدرجة الاولى اعملي وانت مطمنة، بس اهم حاجة يكون لها عرق عشان طبعا احنا هنغبسها. وهنغبسها في المكنة. المهم يكون لها عرق عشان تبقى جميلة جدا معانا بإذن الله. معانا معلقة، نص معلقة سكر ونص معلقة ملح ومية، بس مفيش اي حاجة خالص. تمام. هخلط المكونات مع بعضها كده وابدا اجيب المية بتاعتنا، اعمل حنفية عادي خالص، مش دافية ولا حاجة، وابدأ اعجن احط المية على الدقيق واشتغل بقى اعجنها كويس جدا. بتحتاج عجين كويس جدا. يعني بتتعجن كويس. تمام. هحط المية شوية بشوية عشان المية ما تكترش مني، وارجع تاني اقول لا ده الحكاية كترت مني اوي، فانا هحط الدقيق احط المية شوية شوية. لو بالنسبة ان انت هتعجني اول مرة بتعجني، فتعجن مرة حبة حبة كده عشان المكونات بتاعتي ما تكترش مني. تمام. هبدأ دلوقتي في مرحلة العجين. طبعا هعجنه كويس جدا زي ما قلت لحضراتكم في الاول، لحد ما القوام بتاعه يبقى مأستك معايا او كده، يمط معايا كده. تمام. كده خلاص اتعجن معايا. هسيبه يرتاح معايا 10 دقايق، وابدأ ان انا وابدأ ان أنا اقطع كور صغننة جدا، كور صغيرة جدا، عشان احنا هنعمله في المكنة. تمام. لما هنعمله في المكنة تبقى القطعة صغيرة خالص قد الليمونة الصغيرة. تمام. شايفين انا تنيت نعجن فيه لحد ما بقى القوام بتاعه بيمط معانا عشان ناخد نتيجة كويسة بإذن الله. خلاص انا قطعته كويس جدا اهوت. شايفين تقطيع كور صغننة جدا عشان احنا طبعا هنرقه في المكنة على قد ما نقدر. كل ما نرقه كل ما الورق بتاع المسرودة يبقى خفيف. تمام. اول مرحلة معانا احنا طبعا طلعنا فوق على السطح، لو ما فيش سطح هنعمل تحت المروحة. طبعا احنا بنعمله كده صغير كده، يعني نخبزه حبة صغيرين كده وبعدين نكمل بقيته في المكنة. تمام. دي المرحلة الأولانية. معانا المكنة بتاعتنا هنظبطها أول حاجة على نمرة 4. تمام. مش هنظبطها على نمرة العالية الأول، يعني أول مرحلة اللي احنا عملناها الأول ديت على نمرة 4، إنما المرحلة اللي في المكنة ديت على نمرة 8. خدوا بالكم كويس جدا عشان ما تتلخبطوش. دي على نمرة 8. طبعا أنا بشد العجينة. شايفين ما شاء الله؟ شايفين لحد طبعا هبدأ دلوقتي أنا فرشة حاجات على السطح عشان الرمل والحاجات. فرشة طبعا فرشة كتيرة جدا، وحاطة مثبتها بطوب من جميع النواحي كده زي ما حضراتكم شايفين. وابدأ افرش الماسورة بتاعتنا كده، واحدة جنب واحدة، واحدة جنب واحدة كده متساوية، واخلي الرقاقة بتاعتنا ما تتناش على بعضها، تبقى مساوية كده وجميلة زي حضراتكم كده. اللي ما اشتركش في القناة اتمنى يشترك عشان يوصلكم لنا بإذن الله كل جديد. المرحلة اللي بعد ديت على طول انا ما بسيبش الرق ينشف. الرق بتاعنا بيدوبك كده بيشفشف. تمام. ما بسيبوش ينشف قوي عشان يبقى كويس معانا. المرحلة دي الديارة دي او المنخل ده، شايفين الخروم بتاعته واسع جدا طبعا عشان ينزل المسرودة معانا بنفس الحجم بتاع الفتحات بتاعته. تمام. المرحلة التانية معانا بقى بعد ما كسرنا العيش بتاعنا ده، هنبدأ نهزه بديارة أضيق.
طبعا عشان تنزل الحت الصغنن اللي هو موجود على الطبلية ده ملوش اي لازمة. طبعا ده كله بنشيله. خلاص خلصنا المرحلة دي. كانت المرحلة بقى بتاعت الحل. طبعا الحلة بتاعتي قديمة وفرقعت مني مرة قبل كده ولله الحمد، لان سبتها نشفت. تمام. فاستبدلت الحلة بتاعت المصفى بحلة تانية عندي عادي خالص. طالما جيت عليها حطيت العجينة حواليها كده، عجين حواليها عشان ما تنفسي او تطلع البخار من تحت. وحطيت فانيلا عندي بيضة او كوتونيل، مش الوان قوي، يعني كوتونيل ما بيطبحش. وحطيت المسرودة بتاعتي واسيبها بقى ايه الحلة تبخر لحد ما تستوي معانا، وتبقى جميلة جدا ان شاء الله. تستوي تاخد لون اصفر واطلعها اردتها. يعني ايه هردتها؟ احط لها لبن او شوربة على لبن، واحطها تاني في المصفى تستوي لحد ما تطلع معانا بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. بسم الله الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله. ورق رقاق خشاف كده، خشاف جميله جدا. وطبعا مش هقولك انت هتحط سمنه قد ايه، السمنه ديت ترجع لك انت. حطي يا ما حط شويه زي ما انت عايزه. كمان في ناس طبعا تحبها السمنه البلدي طبعا سايحه فيها كده، وفي ناس تحبها ايه بسيطه وفيها. في ناس تحط شوربه، إيه تغمس تاكلها بشوربه، وفي ناس تحط سكر زي ما يعجبك بقى. المرحله دي بتاعتك انت. والف هنا وشفا يا رب. واشوفكم على خير في فيديو قادم باذن الله. سلام.